تأهل الزمالك لنهائي كاس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، والماتش كان خلص 3-3 في ماتش مفاجأة بالنسبة لي. حقيقة يا جماعة ده ماتش أنا بالنسبة لي طبيعي، كورة وفرق كواليتي لعيبة واستقرار وكل الكلام ده كله، الموضوع في صالح بيراميدز طبيعي. مش يكسب بس كورة كان على الأقل يكسب بأي شكل بقى، في 90 دقيقة يكسب، في 120 دقيقة يكسب، في درجات الترجيح أيا كان. لكن اللي حصل النهارده والريمونتادا الأكتر من مرة لنادي الزمالك النهارده في المباراة، لا شابوه النهارده لعيبه الزمالك طبعا، بالذات لان هو النهارده ده ماتش اللعيبه. النهارده مفيش النهارده مدير فني طبعا، كابتن معتمد جمال طبعا محترم مش عايز، بس مفيش يعني النهارده اداره فنيه اكيد. الراجل يا دوب جه صلى العصر معاهم ونزل، يعني ما لحقش يدي اي اكيد محاضرات او شويه حماس الكلام ده كله. تغييرات تحسب له ان هو نزل اكتر، نزل حتى سامسون وناصر منسي، لعيبه بقى كتير ما بتلعبش في الفرقه، فيحسب له ده برده لكابتن معتمد جمال. لكن اللعيبه النهارده قدمت مباراه كبيره جدا لاخر امكانياتها، في لعيبه امكانياتها محدوده، واحنا عارفين هم وصلوا بقى لاخر امكانياتهم دي كانت بقى محدوده عاليه، لكن احنا ما بنموتش. حاجه مع النهارده الزمالك لعب ماتش حلو جدا 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 واحلى بكتير من بيراميدز. عارف الناس كتير ممكن تتفق تختلف، انت حر، لكن انا شايف النهارده ان الزمالك لعب ماتش قوي جدا. حتى على فكره قبل الطرد، يعني ممكن واحد يقول لك اصل الطرد، طبعا الطرد اثر، بس الطرد ياثر ده في ماتشات معينه لو انت معاك كواليتي اعلى الكلام ده كله، لكن ماشي الطرد ماشي اثر، لكن انت بتلعب حوالي 60 دقيقه 70 دقيقه او اكتر قدام فرقه 11 ضد 11، والزمالك كان افضل على فكره بكتير من بيراميدز بكتير. اقول لك ليه. باتشيكو النهارده بدا الماتش 4-1 بيلعب بلعيب واحد بس في نص الملعب، وده انا ده على مسؤوليتي انا، على اللي انا شفته في الماتش. مهند لاشين لوحده وقدام وليد الكارتي وبلاتي توريه، وطبعا عبد الله سعيد ومصطفى تماشي بقيه الرجاله طبعا لعيبه جامده، لكن اللي كان واقف لوحده في نص الملعب مهند لاشين. لاحظ كده هتلاقي اغلبيه هجمات الزمالك الخطر بالذات في الشوط الاولاني من العمق. شوف زيزو استلم فين، شيكابالا استلم فين، شوف اغلبيه اللعيبه من العمق، اغلبيه الفرص الخطر للزمالك هتلاقيها من العمق. شوف النهارده كده هتلاقي الاغلبيه بالذات من بره 18، الحته العمق اللي هي المفروض مسؤوليه ال 18. ليه؟ وليد الكارتي وبلاتي توريه ما كانوش بيرجعوا يدافعوا قوي، مش بيرجعوا يدافعوا بالشكل الامثل، لكن مصطفى فتحي كان بيرجع يدافع كويس جدا، عبد الله سعيد شويه، لكن وليد الكارتي وبلاتي توريه ما كانوش بيرجعوا يسند او مهند لاشين. عشان كده حتى تلاقي اغلبيه الفاولات واغلبيه الفرص الخطر للزمالك من الحته دي بتاع اللي واقف فيها مهند لاشين، لانه واقف لوحده. هتلاقي زيزو ضم من ناحيته، شيكابالا ضم من ناحيته، اكتر من لاعب ضم من الناحيه دي اللي هو واقف فيها مهند لاشين، فبيتعمل عليه كثافه عاديه، فبيضطر يعمل فاول، بيضطر ان الكره بتاعتنا احنا نضيع اكتر من كره. شوف كده ولاحظ، شوف زيزو استلم كام مره في ال 18، شوف من لعيب المفروض بقى مسؤوليه لعيب خط وسط مثلا، يعني وليد الكارت ولا يرجع يدافع عليه او بلاتي توريه. فده اللي خلى الزمالك النهارده يظهر بشكل كويس جدا بالذات في الحته اللي بقول لك عليها دي، وده اللي خلى دليل على كلام ان باتشيكو نزل احمد توفيق مكان مين؟ وليد الكارتي. طبعا واحد يقول لي الصوت صاب بس مش عارف، ماشي انا عارف، بس هو حتى لو ما كانش صاب الفتره دي، رغم ان على فكره لو ما كانش مصاب وليد الكارتي ما كانش ينفع يطلع، كنت ممكن تقول له ارجع وساند. والدليل اكتر على كلامي انه طلع برده بلاتي توريه بعدها بشويه، طلعه برده. فهو الاثنين دول ما كانوش بيدافعوا النهارده بالشكل الامثل، الاثنين دول بالذات. عمر اللي شاف كده الزمالك في الحته اللي في العمق، الزمالك كان كويس قوي النهارده، كان بيخترق منها كويس جدا. الزمالك كان بادئ من الاول عرضيات كتيره، مفيش حد جوه بيستلم، لا اوباما بيستلم ولا شيكابالا بيستلم، فالعرضيات بالنسبه لي كانت في بدايه المباراه يوزلس بالنسبه لي، ملهاش اي قيمه طول ما انت مش حاطط مهاجم جوه ال 18. حتى لو ركزت هتلاقي الشوط الثاني لما نزلت ناصر منسي وسامسون، الهدفين اللي جابوهم ناصر منسي وسامسون عرضيات، يعتبر الركنيه، يعتبر كره عرضيه ملعوبه بالعرض يعني، وهدف سامسون ده جون حلو قوي على فكره. من اول ما سامسون خد الكوره اوباما لف في ظهره حلو قوي واداها لسامسون، وسامسون عمل الجون ده. احلى جون النهارده على فكره، احلى جون النهارده هو الجون ده، افضل جون في ماتش النهارده هو جول سامسون، رغم انه ما كانش حد متوقع تماما ان هو ينزل اصلا. وعشان كده بقول لك يحسب لما معتمد جمال اللي هو نزله ولعبه واداله فتره كويسه قوي انه يلعب فيها النهارده في الماتش. احنا اكيد مع كل اللعيبه، احنا عايزين كل اللعيبه تفوق، مش بنتكلم في حاجه يعني ما كانش حد متوقع ان سامسون ينزل يلعب كرة زي دي، يمسك باص يديها لاوباما ويتحرك لجوه حلو، اوباما يديله باص ويشوط، دي كوره حلوه قوي من اولها لاخرها بصراحه. وانا ما كنتش متوقع تماما ان هو ينزل اساسا، مش ان هو يجيب جون يعني. في حاجه بقى مستفزاني الصراحه، 3 اهداف بيراميدز شبه بعض، الثلاثه تيبيكال من بعض، الثلاث تخيلوا، واللعيب اللي سجل يعني ال3 اهداف سجلهم 3 لعيبه مختلفين، الفيرود مايلي ومصطفى فتحي ومحمد حمدي، والثلاثه بيلعبوا كمان في مراكز مختلفه، ده وينج وده باك وده فيرود،
ولكن الثلاث اهداف تيبيكال من بعض. الكره بتتلعب اذا كان تماس او كره عرضيه للعيب بيسند بصدره او بدماغه للعيب اللي بيتحرك في ظهر الديفنس، ودي فيها خطا غريب. يعني المسلوسي ودونجا الاثنين اول مره المسلوسي قال لعواد اطلع، وباينه جدا ان بدل لانجوج عواد ما طلعش. الكره الثانيه دونجا بيقول لعواد اطلع. انا بالنسبه لي لا، انت كمدافع الاول اقطع، طالما انت قريب من الكره اقطع خلاص. الاثنين ماشي، عواد كان اخطا ان هو ما كان لازم يطلع فعلا، لكن انا بالنسبه لي انت كمدافع خلاص الكره جنبك طلعها، ليه مستني الحارس يطلع ياخدها؟ انت الكره جنبك شيل. لكن انا مستفزين اللعيبه طبعا، دي محتاجه كوتش اكيد، مش قصدي كوتش، يعني محتاجه مدير فني قاعد بقى مع اللعيبه ويقعد يتكلم معاهم ليه صراحه. لكن الكابتن معتمد جاي مؤقت، دايما جاي المباراه دي بس، فمش عايز يعمل مشاكل، يقعد بقى يقول اللعيبه اعمل واعمل. هو اكيد مش في دماغه الحاجات دي، مش عايز يعمل مشاكل مع لعيبه اللي حاجه زي دي هتقول له لا ركز اعمل مش عارف ايه، ده ماشي، ده مدير فني مكمل بقى وليه صلاحياته والكلام ده كله، اللعيبه هتقبلها. لكن لعيب جاي مدرب جاي ماتش مؤقت اكيد طبعا ما يعرفش كل حاجه في الفرقه ولا محضر اي حاجه مليون في المية، لكن مباراه كبيره قوي نادي الزمالك بالنسبه لي، يعني مباراه مفاجاه بالنسبه لي للزمالك. طبعا اكيد اتمنى الزمالك يكسب، واكيد الزمالك فرقه كبيره جدا مش قصدي، بس فرق الكواليتي والاستقرار والكلام ده كله لصالح بيراميدز، دي فيها شك. فرق كل حاجه لبيراميدز، اللي ساعدك النهارده توفيق ربنا طبعا واللعيبه والجمهور بصراحه. يعني اللي كام لعيب اللي كان النهارده، زيزو مقدم ماتش حلو قوي رغم انه ضيع كتير على فكره، كان بالنسبه لي افضل لاعب في الفرقه النهارده هو زيزو. راجل عامل حوالي 7-8 فرص اهداف النهارده زيزو، حاجه طبعا انت ممكن ما تكونش خدت بالك منها لكن انا بقول لك. وعامل اسيست، وراجل لعب ماتش كبير قوي زيزو النهارده جدا. كان في طبعا يعني كان ممكن يبقى اعلى من كده في كور معينه في نص الملعب، كان بيعمل مسباص غريب الصراحه. لكن النهارده زيزو قدم ماتش كبير قوي 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 قدام بيراميدز مع لعيبه طبعا كتيره، يعني منهم بالذات دونجا النهارده لعب ماتش حلو قبل ما اتصاب، في لعيبه كتير النهارده لعب ماتش حلو، سامسون النهارده. فمبروك لجمهور نادي الزمالك، وماتش مفاجاه بالنسبه لي. ان شاء الله نلعب النادي الاهلي، ولسه بدري بقى الماتش تقريبا 3-4 شهور، لكن المهم احنا كسبنا بقى في 90 دقيقه ركله الترجيح. المهم زي ما قلت في اول الفيديو ان احنا ما بنموتش. السلام عليكم.